لو عايز تتعلم دالة sum ifs تابع معايا الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن واحدة من الدوال اللي فعلا بتوفر وقت ومجهود كبير جدا في الإكسل، دالة sum ifs. الدالة دي بتخلينا نجمع أرقام بشروط معينة، يعني مثلا نقدر نجمع المبيعات لمندوب معين في منطقة معينة في شهر معين. كل ده بدالة واحدة بس. بص يا سيدي، أنا عندي هنا جدول المبيعات الأساسي من A2 لحد D8، وفيه الأعمدة، المندوب، المنطقة، الشهر والمبيعات. وعندي على اليمين جدول صغير من F2 لحد I2، ده اللي فيه الشروط اللي أنا عايز أجمع على أساسها. في F2 المندوب، في G2 المنطقة، في H2 الشهر، وفي I2 هكتب الدالة اللي هتجمع لي المبيعات. أنا دلوقتي واقف في الخلية I2 وعايز أجمع المبيعات اللي فيها المندوب أحمد والمنطقة القاهرة والشهر فبراير. أول حاجة هعملها إني هكتب equals sum ifs. أول ما أكتبها الإكسل هيظهر لي قائمة فيها الدوال اللي بتبدأ بحرف S. أنا هاخد منها sum ifs وبعمل دبل كليك بالماوس على اسم الدالة، مش بدوس انتر دلوقتي، لأ. بعد ما أعمل دبل كليك هضغط على الزر اللي فوق اسمه FX، وده اللي هيفتح لي نافذة اسمها function arguments، ودي اللي هنملى فيها الدالة خطوة بخطوة. أول ما النافذة تفتح هتلاقي عندنا خانات اسمها sum range، criteria range 1، criteria 1، criteria range 2، criteria 2، criteria range 3، وcriteria 3. sum range، ودي المكان اللي فيه الأرقام اللي عايز أجمعها. في حالتنا دي عمود المبيعات اللي هو من D2 لحد D8، فبحدد النطاق ده D2 to D8. criteria range 1، وده أول نطاق هنطبق عليه أول شرط. الشرط الأول هو المندوب، وده موجود في العمود A، فبحدد النطاق A2 to A8. criteria 1، وده الشرط نفسه، يعني اسم المندوب اللي أنا بدور عليه، فبختار F2 لأنها فيها اسم المندوب أحمد. criteria range 2، وده النطاق التاني اللي عليه الشرط التاني. الشرط التاني هو المنطقة، وده موجود في العمود B، فبحدد B2 to B8. criteria 2، اللي هو الشرط نفسه، فبختار G2 لأنها فيها اسم المنطقة القاهرة. criteria range 3، وده النطاق الثالث اللي عليه الشرط الثالث، وده العمود C اللي فيه الشهور، فبحدد C2 to C8. criteria 3، الشرط نفسه اللي هو H2 فيها فبراير. كده احنا دخلنا كل حاجة صح، بس استنى لحظة يا نجم. قبل ما نضغط انتر لازم نثبت النطاقات اللي استخدمناها، علشان لما نسحب الدالة لتحت بعد كده الإكسل ما يغيرش المراجع. هروح أظلل criteria range 1 واضغط F4، وبعدين أظلل criteria range 2 واضغط F4، وبعدين أظلل criteria range 3 واضغط F4، وأخيراً أظلل sum range واضغط F4. بعد ما ثبتنا كل النطاقات اضغط انتر. بص كده النتيجة اللي طلعت في I2، جمعت لي كل صف المبيعات اللي فيها المندوب أحمد والمنطقة القاهرة والشهر فبراير، يعني الدالة اشتغلت صح تمام. ولو غيرت أي شرط من التلاتة، زي مثلا كتبت بدل أحمد سارة، هتلاقي الناتج اتغير فورا حسب الشروط الجديدة. ملحوظة مهمة، لو الشرط اللي كتبته مش موجود في الجدول، دالة sum ifs هترجع لك صفر، وده طبيعي جدا، وده معناه إن مفيش صفوف متوافقة مع الشروط. وكده يا جماعة نكون فهمنا دالة sum ifs خطوة بخطوة، من أول ما كتبناها لحد ما استخدمنا FX وملينا كل خانة وثبتنا النطاقات. لو الفيديو عجبك دوس لايك واشترك في القناة علشان تشوف باقي الشروحات، وما تنساش تكتب لي في الكومنت إيه الدالة اللي نفسك أشرحها بعد كده. أنا عبد الله شرارة، وده كان شرح النهاردة من قناة أب شيت. خليك دايما
up to date مع إكسل.